السلام عليكم. اليوم غنعاود لكم واحد القصه قصيره بزاف ديال واحد المراه باكستانيه مسلمه مزوجه وعندها 4 ديال الاولاد. راجلها خدام في السعوديه، هذه تقريبا شي 4 سنين ما رجع من السعوديه لباكستان. المراه في هذه الوقيته او في الغياب ديال راجلها تعرفات على واحد الهندي، الديانه ديالو الهندوسيه، بدات كتبغيه وكيبغيها. قال لها نتزوجوا. شنو غدير هاد المراه؟ غتبيع ديك الدار ديالها فين ساكنه اللي هي في الاصل الدار ديال والديها، غتبيعها وغتشد ديك الفلوس وغتدخل الهند بصفه غير شرعيه، وغادي تبدل الديانه ديالها، غتولي هندوسيه وغتبدل الاسماء ديال ولادها ب4 بيهم. تلاقى مع الحبيب ديالها الهندي اللي عنده ديانه هندوسيه، وغاديين يتزوجوا على الطريقه الهنديه الهندوسيه. دازت الامور بخير وعلى خير، ما كاين حتى شي مشكل. حتى لواحد النهار عطنود هاد المراه هادي الباكستانيه هي وراجلها وغاديين يمشيو عند واحد المحامي باش يوثقوا هذاك الزواج ويديروا الوراق وتولي الاقامه ديالها شرعيه. ولكن هذاك المحامي غادي يمشي يبلغ عليها البوليس باللي هذيك السيده راها باكستانيه دخلات الهند بطريقه غير شرعيه، وغادي يمشيو يشدوها. في نظركم كيفاش غيتلقى راجلها اللي متغرب وكيضرب تماره عليها وعلى وليداتها ملي غيعرف باللي مراته بدلات الديانه ديالها الاسلاميه الهندوسيه وبدلات الاسماء ديال اولادها وتزوجات براجل هندوسي، وزياد على هادشي كامل باعت الدار، وهذيك الفلوس هي باش عطات الصداق او المهر لراجلها الهندوسي.